السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تصنف إشارة القدم ضمن أهم الرموز في مجال علم الآثار، سواء كانت هذه الإشارة تظهر على صخرة أو حتى مباشرة على الأرض، فإنها ترمز باختصار إلى طقوس دفن مرتبطة بعلم الآثار. وغالبا ما تظهر هذه الإشارات على شكل حفر داخل الصخور، وتعد فريدة من نوعها في تحليل الرموز، حيث تتنافى مع المبادئ العامة في علم الرموز. قبل بدء الفيديو، نود تشجيعكم على دعمنا من خلال إعجابكم بالفيديو والاشتراك في القناة لنستمر بنشر المزيد من المحتوى بإذن الله. تتنوع أشكال القدم وتوابعها من الجرون والمربعات والسيالات، بالإضافة إلى تفاصيل مثل وجود الأصابع أو عدمه. وتم تصميم هذه الرموز استناداً إلى السياق المكاني للمكان ذاته، أي طبيعة الأرض وتوجهاتها المكانية، وبالتالي تختلف هذه الرموز في شكله ومعانيها، ولا يمكن فك تشفيرها إلا من خلال دراسة التركيب الجغرافي للمكان والسياق المحيط. تحليل إشارة القدم ليس الهدف الرئيسي للقدم، وليس بالضرورة تحديد موقع الدفين، بل يمكن أن تكون القدم اليمنى أيضا جزءا من التوجيه نحو الدفين. ومع ذلك، في حالات إشارة القدم تختلف الإشارات المرتبطة بالقدم بناء على حجم القدم وما إذا كانت القدم يمنى أم يسرى. سنقدم فيما يلي أهم هذه الإشارات بشكل مختصر وواضح. إشارة القدم اليسرى. من بين أهم الإشارات هو رؤية إشارة للقدم اليسرى، وعندما تراها يجب قياس طولها بدقة. كل سنتيمتر يعادل خطوة تقريبية في اتجاه القدم. قد تجد أيضا رمما أو صخورا عليها تثبيت سيال أو جرن أو مربطا، وإذا وجدت قدم يسار وأمامها جرن فقد يكون هذا تمويها متقنا لعمليات الدفن، وفي هذه الحالة يجب تطبيق نفس القياسات في الاتجاه المعاكس لاتجاه القدم. إشارة القدم اليمنى. عندما تقيس القدم اليمنى بنفس القياسات ستصل في النهاية إلى القدم اليسرى، ومن ثم يمكنك تطبيق نفس القواعد التي تنطبق على القدم اليسرى لتحديد الموقع الصحيح للدفن. إشارة قدم الطفل. عندما تجد قدم الطفل فإنها تشير إلى الموقع الصحيح للدفن، فيكون تحتها مباشرة أو أمامها بمتر كحد أقصى. إشارة قدمين يسرى ويمنى معا. عند وجود قدمين يمنى ويسرى متجاورين فستقف فوقهما وانظر إلى الأمام، ستجد رجما أو تثبيتا. وفي حال عدم رؤية أي شيء واضح بعد التأكد من عدم وجود رجم أو تثبيت، قم بقياس المسافة بين القدمين بالسنتيمتر، وحول كل سنتيمتر إلى خطوة إلى الأمام باتجاه إشارة القدمين، وستجد الموقع المراد أو مكان الدفن بالتحديد. إشارة البصمة داخل إشارة القدم، وتدل على أن عملية الدفن قد تمت وانتهت، وهذا يعتبر تأكيدا قاطعا على أن العلامة في الموقع هي علامة تأكيدية وليست تضليلية. إشارة القدم بدون أصابع، فعادة ما يكون الدفين مدفونا أمام القدم بمقياس الطول، وغالبا ما تتبع حيل لتحديد الموقع بدقة. إشارة القدم مع وجود أصابع أمامها جرن، يتم قياس المسافة بين الجرن والقدم، ثم يتم تقسيم هذه المسافة على طول القدم، وتشير المسافة من الجرن باتجاه القدم أو العكس إلى مكان الدفن بحسب الميل المحسوب. إشارة قدمين مع وجود أصابع مع جرن، يقاس طول القدمين من بعضهما البعض، ويقاس المسافة بين القدمين، ومن منتصف هذه المسافة باتجاه الجرن يتم تحديد موقع الدفن. إشارة وجود أكثر من قدم. نفترض وجود قدمين، إحداهما يمنى والأخرى يسرى. عند قياس طول القدم اليمنى وتوجهنا نحو الأمام نجد القدم اليسرى مخفية، وعند الوصول إلى نهاية القدم الأخيرة وبدون قياس قد نجد المخبأ مباشرة، ولكن في حال عدم وجود القدم اليسرى يكون البحث بلا جدوى، فهو فخ مغري يعبث بالباحث. إشارة القدم مع أفعى. عندها نقيس الأفعى ونحسب القدم، يتضح الفارق بينهما عبر المسافة، والاتجاه ينطلق من رأس الأفعى. إشارة القدم مع سهم. بعد قياس القدم والسهم يظهر الفارق بينهما عبر المسافة، والاتجاه يبدأ من الأصبع الكبير للقدم. إشارة القدم مع اليد. يتم قياس طول القدم واليد على حدة،
ثم يتم طرح طول القدم من طول اليد يعطي مسافة، ويتم تحديد الاتجاه من الإصبع الكبير لليد. إشارة قدم مع أصابع وآخر بدون أصابع. يتم طرح طول القدم بأصابعه من طول القدم بدون أصابع، ويحدد طول الفارق، ويكون الاتجاه من القدم التي تحتوي على الأصابع. إشارة قدم و4 جرون. يتم قياس طول القدم وتقسيمه على عدد الجرون ال4، وتحديد المسافة نحو الجرن الذي يحمل العلامة المميزة مثل بصمة أو سيال. إشارة قدم بالدعسة وجرن يزيد عن 7 سنتيمتر. عند وجود جرن يزيد قطره عن 7 سنتيمتر في منتصف الدعسة، يتم قياس قطر الجرن وتحديد الاتجاه نحو القدم. يعتبر الجرن قياسيا والقدم توجيهية دون قياس عليها، كما يمكن حساب الاتجاه بطرح قطر الجرن من طول القدم ذاتها. إشارة دعسة قدم بداخلها 3 أجران تشكل مثلث. هنا الهدف مباشرة يكون باتجاه رأس المثلث، ويكون الدفين قريبا جدا من رأس المثلث. إشارة دعسة قدم وجرن داخل الكعب. في هذه الحالة يتم قياس المسافة بين حافة الجرن ونهاية الكعب. نقوم بالقياس العادي لتحديد الهدف. يتم تحويل كل سنتيمتر من القياس إلى خطوة نحو أمام القدم، ثم يتم التراجع بالمسافة التي تم قياسها من حافة الجرن إلى نهاية الكعب. إشارة جرن على رأس القدم. بعد تحديد النقطة نتقدم إلى الأمام وفقا للمسافة بين حافة الجرن وأصابع القدم، والهدف هو توجيه الجرن بدقة. إشارة 4 أقدام متجاورة. تشير الأقدام إلى موقع قريب حيث تدل على الوقوف. نلمح يسارا نجد جرنا صغيرا يشير إلى الموقع الرئيسي، على الرغم من أن الأقدام المتعددة قد تربك، إلا أن القدم اليسرى هي الأساس. إذا أعجبك المحتوى فضلا قم بالضغط على زر الإعجاب واترك تعليقا محفزا للقناة. وأجمل تعليق يمكن أن يكون هو الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترقبوا الفيديو القادم بإذن الله، والسلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الصحابي الجليل خالد بن الوليد بن المغيرة ابن عبد الله بن عمر القرشي المخزومي، ويكنى بأبا سليمان، ويلتقي مع رسول الله في الجد السابع، وكان والده سيدا من سادات بني مخزوم. طبعا في الأيام الأخيرة اكتشفوا مقبرة لقوم عاد في صحراء الربع الخالي في السعودية، ودي اتلقت بالصدفة لأنهم كانوا بينقبوا على الغاز الطبيعي. الحجر الثاني معانا حجر بينة، والحجر ده من الأحجار الكريمة اللي ممكن يكون سمعنا عنها. طبعا موسوعة جينيس الأرقام القياسية وصفت الحجر ده بأنه أندر المعادن على كوكب الأرض، وأنه أمر نادر الحدوث.